بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. الحب ده يعني هو اللي بيخليك تستمتع بكل حاجة، بأكلة حلوة، بخروجة، بفسحة، بسفر. الحب هو اللي بيحسسك بالأمان، هو اللي بيحسسك بثقة بالنفس، هو اللي بيخليك تشوف الحياة ملونة. الحب بلا شك أحلى شعور في الدنيا، وباختصار هو اللي بيدب فيك الروح. يعني الواحد بيبقى حاسس ان هو حياته روتينية، بيصحى وبياكل وبيشرب وبيروح الشغل. لما بيحب بيحس ان هو حي، مش مجرد عايش. وطبعا كل الناس اللي مروا بتجربة الحب يقدروا يشرحوا مشاعرهم في شهور وسنين. مشاعر اكتر من رائعة. كويس. بس في كده ظاهرة معظم الناس بتتساءل عنها. ليه غالبا، مش هنقول دايما، ليه غالبا الحب مرتبط بالألم؟ الألم اللي هو الوجع، والألم اللي هو ألم بناخده على وشنا دايما. ليه مرتبطين ببعض؟ طبعا هو في أسباب كتير جدا، إنما أنا النهاردة هتكلم عن حاجتين مهمين بيبقوا دايما مرتبطين بحالة الحب. أول حاجة الخوف من فقد الطرف الآخر، الخوف من الفشل. دايما لما بنحب حد قوي طول الوقت بنبقى خايفين ان الحب ده يروح، او خايفين انه نفقد هذا الشخص. فالخوف ده بيأثر علينا سلبيا جدا، وبيأثر على العلاقة، وبيأثر على تصرفاتنا، بيخلينا نتصرف احيانا تصرفات مش صح للعلاقة دي. بيخلينا نتنازل زيادة عن اللزوم، بيخلينا نسامح زيادة عن اللزوم، وده بيأذينا احنا شخصيا وبيأذي العلاقة. لانه احنا لما بنعمل كده طول الوقت كطرف مثلا، والطرف التاني لأ، بنحس بوجع، بنحس انه احنا اتهنا، بنحس ان احنا رخصنا نفسنا، فده بيأذينا وبيأذي العلاقة. دي اول حاجة، الخوف. تاني حاجة سقف التوقعات العالي قوي. ما هو الانسان لما بيحب حد قوي بيتوقع حاجات اكتر من رائعة. بيتوقع انه مثلا لازم الشريك ده او الحبيب ده يفتكر كل مناسباتي، يقول لي كل سنة وانت طيبة، يجيب لي هدية مش عارفة عاملة ازاي، يخرجني خروجة ازاي. توقعات كتير قوي. يحس بيا من غير ما اتكلم، يفهمني او يفهم مشاكلي، يبقى دايما سند ليا، يجي معايا عند الدكتور. حاجات كتير قوي، توقعات كتير جدا، وارد جدا انها ما تحصلش، فيحصل فجوة بين اللي هو التوقع والواقع. ودي بيبقى معاها بقى خيبة أمل من هذا الشخص. هو ممكن يكون الشخص بيحبك، بس ما عندوش يعني مش في سلوكياته الحاجات اللي انت متوقعها، فما بيعملهاش. الحاجتين دول كتير بيأذوا علاقة الحب، وبيخربوا علاقات حب كتير جدا، وبيخلوها جافة. فخلونا نقول انه بلاش نخاف قوي، وبلاش نعلي سقف توقعاتنا قوي. يعني خلينا اكثر واقعية، خلينا نستمتع بالحب الناضج. الحب الناضج اللي فيه ثقة بالنفس، ده هو اللي بيكمل، ده هو اللي بيخلي حياتكم سكر مع سكرة التنمية البشرية. هلا سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.